الراجل ده كان قاعد بياكل في المطعم، وفجأة في واحد جه طلب منه طلب غريب جدا. قال له: ممكن تسلفني طبق اللحمة ده لمدة دقيقة؟ فالراجل استغرب وبعدين قال له: اتفضل. أخد الطبق وهو فرحان وقعد على ترابيزته وبدأ يظبط شعره وهدومه، ومسك التليفون واتصل بزوجته وأولاده. فقالوا له: كل سنة وانت طيب، كان نفسنا تبقى معانا النهاردة في عيد ميلادك. قال لهم: معلش، علشان شغلي. شايفين أنا بحتفل ازاي بعيد ميلادي؟ أنا جايب طبق لحمة اهو. فزوجته قالت له: كل كويس، اوعى تحرم نفسك من حاجة علشاننا، احنا كويسين. قفل وقعد يعيط ورجع الطبق لاصحابه، وبعدين قعد ياكل. فجأة لقى في اطباق كتير نزلت على الترابيزه بتاعته، فقال لصاحبة المطعم: انا ما طلبتش الحاجات دي. قالت له: الراجل والست اللي قعدوا هنا هم اللي طلبوا لك الاكل ده وسابوا لك الجواب ده. لقاهم كاتبين له: كل سنه وانت طيب، اوعى تفقد الامل، ربنا موجود. خير علاج للنفس هو الكلمه الطيبه. لما تكبر بخاطر غيرك ولو بكلمه، ربنا هيكبر بخاطرك.